كيف تسوي حليب عدني بالطريقة الصحيحة؟ شاهد الفيديو. كتلي أو إبريق أمليه 3-4 ماء. مليان الغطا سكر يطلع معانا مضبوط، والماء أمليه ماء علشان أخليه مجال للحليب. الآن بغطيه وأخليه حتى يغلي الماء مع السكر. وهذا هو بعد ما غلى السكر والماء. والآن بضيف له 3 ملاعق شاهي فرط. هذه الأولى بسم الله، وهذه الثانية، وهذه الثالثة. أقفل عليه شوية حتى يقلب الشاهي. وبعد ما قلب الشاهي بضيف الحليب. أي حليب شاهي متواجد عندكم ضيفوه. طبعا أنا بستخدم حليب البوني، حليب مبخر. أخليه على النار قليل. والآن بضيف له ملعقة صغيرة مليانة هيل مطحون طبعا، وأسكر عليه وأخليه دقيقتين على الجمر. وهذا هو جاهز. ما شاء الله تبارك الله. بعد ما جهز معانا تماما بضيف عليه رشة بسيطة جوزة الطيب، وارفعه من على النار علشان ما يمر علينا. وهذا احلى حليب عدني. هذا الحليب العدني الذي يعدل المزاج. وهذا هو الشكل النهائي. جربوه ان شاء الله بيعجبكم.